نهاركم زين. كيف ما يقولوا قد ما نعيشه نتعلمه. قال لك التونسي الأبيض مش خاسيست، ويرى اللي ما فما حتى فرق بين الأبيض والأسود، الكلنا توانسة أب عن جد. التونسي الأبيض كيف يبدأ يتفرج في القهوة على ماتش نيجيريا وغانا، ويجي ولد حومته الكحلوش يقول له هيا يجي أشوف ولاد عمك كيفاش يعبروا. التونسية البيضة حقانية، والمقارنات مش جوها. عاد كيف ترى كحلوشة وتعجبها تقول غامقة أما مسرارة. البيضة ترى الكحلوشة عسل وسر كمون، أما الزين ديه ما ديه. التونسي الأبيض مش غاسيست، وحتى كيف يبزنس كحلوشة يقول لها سمرة يا لون التمرة، وكيف تطفيه يقول لها يا وصيفة اش بيك تدعوش. التونسية البيضة مش غاسيست، أما كيف ولدها يجيب لها كحيليشة ناويها في الحلال عينيها تخرج وتعصفر راسها وتمرض بالفرش والمخدة، وتبدأ تعدد يا ناري على روحي كبرت وقريت باش ياخولي وصيفة. التونسي الأبيض مش غاسيست، أما من عند ربي ديما يلقى في الأسود حاجة مش عادية ويعمل عليها بون كيف، حاجة يونيك يلقاها كان في كحلوش لونه يا عمري منين تدوروا يضحكك. التونسي الأبيض مش غاسيست، أما باش يقصر الليل يتلم مع شلة ويفركوهم على كليب سلاح مصباح متاع يم السواعد سمر يا تونس الخضراء. الناس تتكربس من الضحك وجهرهم الضوء اللي بالغوا فيه باش يبيضوا سلاح كيف مايكل جاكسون. هما مش غاسيست، والعيب في كنتي، خاطر لازمك كيف تشوف ضمار هكا تقرأ وتتعدى ويزي من العقد متاعك. الشلة ما تقصد شيء، والدليل ضحكهم كان على صوت سلاح اللي محليا ومغاربيا وعربيا أجمعوا على روعته. ضحكهم كان على الكلمات المهداة لتونسنا العزيزة، يم السواعد سمر يا تونس الخضراء، كلمات تسمعها في كل محافلنا الوطنية. طلعنا متفهنا ومخشنهم غناية كراكوز واحنا ما في بالناش. يزيو من تخطيط عين الشمس بالغربال. أول خطوة للقضاء على هالداء هو أنك تقول للعور أعور في عينه، وخليه يواصل الكشف على نفسه المريضة ويتحفك بكلام عميق ومتحضر كما هكا. وهذا ما يزيد كان تأكيد على استفحال هالمرض في الطامة والعامة، ريق التقزيم والتفريك وفات فلوسه، واللي فيه هالفيس ننصحه يعمل ان ثيرابي اكسيليري، خاطر داكم عازمين نقضيو عليه للأبد. المشوار مش سهل أما يستاهل. أول خطوة حقي في قانون يحميني من حجرتك ليا، حقي مدامك ما تربيتش مليح القانون يربيك. كيف تتحط بين 4 حيوت توا تداوي نفسك المريضة، والمرة الجاية تقيس قبل ما تغيس. أول حق لاستكمال مواطنتي هو تجريم كلمة وصيف. كلمة وصيف مش لون، ومن حقي نحمي نفسي من الحجرة بالقانون. الحمد لله يا ربي هالداء مش في كل دار، أما باغي موجود بكثرة هالخنار. ما فماش توقيت أحسن من ثورة الكرامة لطلب حقي في الحماية من الإهانة. تحياتي.